اوعى تفتكر في يوم ان انت انسان ضعيف او مالكش قيمة او مالكش لازمة. لا، انت انسان قوي ومبتكر وعبقري. انت عارف ايه الفرق ما بيننا وما بين الغرب والدول الاوروبية وامريكا؟ ان امريكا معاها فلوس، لكن المبتكرين علماء مصريين، وفي مواهب مدفونة لازم تطلع. في شباب بتعمل افكار وتلف بيها على شركات الانتاج السينمائي وعايز يعمل فيلم ومحدش بيعبره وبيحبط. يقول لك يا عم انا هيأس، انا ماليش لازمه. لا، ده كلامي ما عجبوش. خليك واثق من نفسك ومؤمن بموهبتك. ملايين هيعجبوا بيك، ملايين هيعجبوا بيك. في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لأدبرن حيلة لمن لا حيلة له حتى يتعجب لها أصحاب الحيل. شوف انت بقى، ربنا سبحانه وتعالى اللي يتهزله السبع سماوات والعرش العظيم. شوف بيقول ايه. شوف انت لما تمد ايدك للسما، عرش ربنا بيتهز. وربنا سبحانه وتعالى بقدرته وعزته وجلاله يستحي ان يرد يد عبده. اوعى تحس ان انت ضعيف وملكش قيمه. لا، اوعى تاخد بكلام غيرك ويحسسك ان انت ملكش قيمه، لان هو شايف ان انت قوي ومبتكر وعبقري وليك قيمه، بس عايز يحسسك العكس، لان مفيش حد بيحب حد احسن منه في الزمن ده. لان احنا وصلنا لزمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ألا وهو زمن الفتن وعلامات يوم القيامة. لازم تتجه لربنا وتصلي وتدعي وتقرا القرآن وتكون مؤمن بالله وتثق بالله ثم نفسك. وربنا قال: وأنا عند ظن عبدي بي. والسلام عليكم ورحمة الله.